طبعا كلنا دلوقتي بنستخدم تطبيق تليجرام، وفي ناس كتير اوي مننا بيجوا يبعتوا مثلا لحد او شخص معين عايزه في حاجة ضروري وكده، ويبعت له يلاقي ان الرسالة مش بتوصل. فده اسمه حظر رسائل تليجرام. تمام. فانا النهارده جايب لك الحل الوحيد اللي هيخلي رقمك او الحظر ده يتفك، ولو اتحذرت تاني في اي وقت برضو تقدر تفك نفسك بنفسك بالطريقه اللي هقولها لك دلوقتي. وانا طبعا دلوقتي رقمي مش محظور رسائل، بس هحظره رسائل في الفيديو وهفكه. تمام. يعني هنحظره في الفيديو ونفكه في الفيديو. فعايزك بقى تركز، وكالعاده يا ساده نروح على الانترو ونرجع نشرح بزياده. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ازيكم يا اخواتي؟ عاملين يا رب تكونوا بالف خير. طبعا جاب لك النهارده فكره فيديو جديد، مش هيبقى بقى كله عن نسخ الواتساب والفينش وكده. جاب لك النهارده فك حظر تليجرام او فك حظر رسائل التليجرام اللي انت بتتحظر كل شويه وما انتش لاقي له حل. انا جايب لك النهارده حل وحيد. بس قبل ما نبدا في الشرح، عايز اقول لك ان انا عامل هديه للمتابعين بتوعي. وشروط الهديه دي انك تكون مشترك في القناه ومفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. تاني حاجه تحط كومنت على الفيديو ده، شوف عايز انزل ايه الفيديو الجاي وانا هنزله. تمام. هتكتب الكومنت بتاعك، وصاحب اكبر كومنت هيجيب لايكات ده اللي هيبقى الفائز بالهديه. وطبعا انا مش هقول لكم ايه الهديه عشان ما احرقش عليكم، هنخليها مفاجاه. وطبعا كل فيديو هيبقى معانا فائز جديد. نرجع بقى للموضوع بتاعنا. طبعا ناس كتير قوي مننا بيستخدموا تليجرام علشان مثلا هو ممكن يكون احسن من الواتس، او في ناس برضو بتفضل الواتس عن التليجرام. وطبعا زي ما في حظر في الواتس في حظر في التليجرام. طيب ايه هو بقى حظر التليجرام، او اعرفه ازاي عشان لو انا اتحذرت اعرف افكه؟ الحظر ده مثلا انك لما تبقى عايز حد معين تبعت له رساله معينه، او عايز حد في حاجه ضروريه وتيجي تبعت له رساله تلاقي ان الرساله مش بتوصل، تفضل تبعت له رسائل تلاقي ان الرسائل مش بتوصل خالص. ده اسمه حظر رسائل تليجرام، واكيد انت طبعا عرفت ان ده اسمه حظر رسائل تليجرام. وعشان تفكه تلاقي ان مثلا واحد يطلب منك مقابل، وفي ناس طبعا مش كله بيفك بنفس السعر. فانا جايب لك الطريقه هتفكك في اقل من ثانيه، والفيديو مش هياخد من وقتك 5 أو 6 دقايق. تمام. وانا منزل لك الطريقه ومش طالب منك مقابل ولا اي حاجه. انا كل اللي انا طالبه منك انك تشترك في القناه وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد، بس كده. وتحط لايك وكومنت على الفيديو. تمام. ندخل بقى في الشرح بتاع الفيديو اللي هو هنفك ازاي. طيب تعالوا بقى. انا دلوقتي طبعا مش محظور رسائل تليجرام، بس انا هحظر نفسي في الفيديو وهفك نفسي في الفيديو برضه. تمام. وطبعا بعد محاولات كتير جدا انا معرفتش احظر نفسي، لان الحظر ده بيجيلك كده فجأة. تمام. المهم ان انا فضلت يعني احاول رسائل كتير وبرضه ابعت لناس، وبرضه الاكونت مش راضي يتحظر، مش عارف ليه، ممكن عشان متوثق او حاجه زي كده. المهم انا عارف ان في ناس كتير قوي محظورين وعايزين الفيديو ده، فانا هخش على طول في الطريقه. وانا عايزك تركز معايا لان الطريقه دي بتفكك في اقل من ثانيه. وانا دلوقتي هوري لك كل حاجه. تمام. اول حاجه انت تدخل على التليجرام، هتجيب بوت اسمه سبام بوت. تمام. اللي هو ده. طبعا برضو هسيب لك اليوزر بتاعه تحت في الوصف. تمام. اول ما تدخل على البوت كده تدوس على كلمة بدء. تمام. اول حاجة ظهرت لك قال لك رائع، لا توجد قيود على حسابك، انت حر طليق. يعني انا دلوقتي حسابي مش محظور. تمام. مش محظور بقى رسائل ولا اي حاجة. تمام. انت بقى لو واحد محظور هيظهر لك اكيد حاجة تانية، هيقول لك ان انت حسابك عليه قيود، ومثلا القيود دي هتترفع بعد يومين، بعد يوم، بعد كام ساعة. فاهم؟ المهم يعني ان انت برضو بقى ليك عقوبة كده معينة بتفضل محظور فيها. تمام. عشان بقى تفكها انت دلوقتي هيظهر لك المدة بتاع العقوبة هنا. تمام. بدل كلمة رائع لا توجد قيود دي. تمام. هتروح بقى انت تاخد الكود اللي انا سايبه لك تحت. تمام. برضو هسيب لك كل حاجة في الوصف. تمام. هتاخده نسخ كده وتقوم بعته للبوت. انت تدوس اول حاجة على كلمة ستارت، وشوف بقى ايه هو الرد اللي هيجيلك من البوت، ومهما كان ايه الرد هتبعت له الكود اللي انا سايبه لك. تمام. اول ما تبعت له الكود كده هيقوم قايل لك هشوف هيجيب لك مثلا برضو اي مكان الرد اللي هيرد عليك. انت هتدوس على كلمة ستارت تاني. تمام. هيقوم قايل لك رائع لا توجد قيود على حسابك. تمام. كده انت اتفكيت. طبعا برضو الحظر ده اللي هو بتاع الرسايل ما بتعرفش تبعت لحد غير لما يكون هو مسجلك وانت مسجله. تمام. فانت لو عايز حد ضروري ومش عارف تفك نفسك او ملقتش الكود وكده، انا جايب لك الكود اهوت. بس برضو عشان اعرفك ان الطريقه دي بتتفك
هي مش بتتفك يعني غير لما انت تبعت بكود مثلا للشركة او تستنى فترة العقوبة دي، تمام. وبس كده احنا وصلنا لاخر الفيديو، واحنا الفيديو ما خدش مننا 5 6 دقايق اهوت، تمام. وبس كده كل اللي عايزه منك انك تقدرني بس على الفيديو مش اكتر، تمام. وبرضه جرب الطريقة ورد عليا في التعليقات، شوف الطريقة اشتغلت معاك ولا لا. وبس كده وصلنا للنهاية، اشوف وشكوا على خير الفيديو الجاي، سلام.